بيبدأ الفيلم بدون وهو رايح يسلم شنطة فيها مواد مخدرة ويركب دون عربيته ويوصل لمكان التسليم، وهناك بيتم تفتيش دون بدقة، وبيدخل دون عشان يسلم الشنطة لزعيم العصابة اللي بيخلي مساعدته ترفع سلاحها على دون، وبيخلي دون يرفع ايده فوق راسه فيهجم دون على مساعدة زعيم العصابة، وبعدها بيضرب الحارس الشخص لزعيم العصابة ويقدر انه يفقد الوعي، فيهاجم زعيم العصابة دون بسلاحه من ظهره، بس بيقدر دون انه يسيطر عليه ويقدر انه يقتل زعيم العصابة. وبنروح بعد كده للمحقق دي سيلفا اللي بيقول ان في عصابات مالت البلد بالمخدرات، وبنعرف ان دون واحد من اخطر المجرمين في البلد. وبنروح بعد كده لدون اللي بيسأل نارنينج المساعد بتاعه ازاي الشرطة عارفة كل حاجة عندهم، فيقول له مساعده ان كل رجالتهم مخلصين ليه، بس دون بيكون عارف مخبر الشرطة فيضربه بكرة الجولف في وشه، ويقول للمساعد بتاعه يبص في الجزمة بتاعته فيبص في كعب جزمته فيلاقي فيها جهاز تتبع. وبعد كده بيشوف دي سيلفا المخبر بتاعه هو مقتول في عربية، وبيجي واحد من الانتربول اسمه فيشال ويتكلم مع دي سيلفا على انفراد، وبيكون فيشال بيشك ان فيرما مساعد دي سيلفا هو اللي بيوصل لدون المعلومات، بس دي سيلفا بيكون واثق جدا في فيرما المساعد بتاعه. وبنشوف بعد كده روما وهي بتتمرن على الفنون القتاليه، وبتروح روما القامني خطيبه اخوها راميش، وبيكون راميش شغال في عصابه دون، وبيكون راميش مش عايز يكمل في شغله مع دون وبيفكر ينسحب بس خايف من دون، فيقرر انه يسافر هو القامني ويتجوزوا بعيد. ولما بيجي راميش يخرج عشان يسافر بيكون دون في انتظاره، وبيكون عارف ان راميش مش عايز يكمل معاه في الشغل عشان خاطر حب القامني، فيقول له دون ان جاي يودعه فيسلم عليه ويجرح راميش في ايده ويقدر انه يسمم الجرح فيقع راميش ويموت في الحال. وبيحقق دي سيلفا مع كامني خطيبه راميش في موته، وبيكون عايز يوصل لاي معلومات عشان يقبض على دون، بس بتكون كامني بتفكر في الانتقام من دون فقرر انها تتعاون مع دي سيلفا، فتروح كامني للديسكو اللي بيسهر فيه دون فيشوفها دون وتتعرف كامني عليه، بس دون بيكون شاكك فيها، وبيكون دي سيلفا في طريقه لكامني ودون، وبيشوف دون ان الشرطه بتبوظ كاميرات المراقبه فيعرف ان كامني شغاله مع الشرطه، وبتكون كامني فضت خزنه مسدسه فما يعرفش يقتلها فياخدها دون رهينه ويكمم بقها ويضحك على الشرطه ويقول لهم ان لو حد قرب منه هيقتل كامني، وينزل دون وكامني في الاسانسير ويحاول دي سيلفا انه يلحقهم على السلم، بس لما يوصل للدور الارضي بيكون دون اختفى وكامني مقتول على باب الاسانسير. وبعدها بنروح لروما اللي بتكون حزينه على موت راميش اخوها وكامني خطيبته، وبنشوف بعد كده نارنينج مساعد دون وهو بيتابع سباق الخيول، ولما بيروح نارنينج لعربيته ويتحرك بتركب روما العربيه وتهدده وتقول له يتحرك بالعربيه حالا، وبتكون الشرطه بتجري ورا روما فتقتل روما رجال الشرطه اللي كانوا بيجروا وراها، وبعدها بياخد نارنينج روما لدون ويحكي له عن اللي عملته روما مع الشرطه، وبتقول روما لدون انها متهمه في جريمه قتل وبيوافق دون انها تشتغل معاهم. وبيدخل بعد كده دون ونارنينج الخزنه بتاعت دون وبيكونوا بيحضروا لصفقه كبيره هيكسبوا منها مبلغ كبير، وبعدها بتروح روما للناس اللي مثلوا انهم من الشرطه وقتلتهم وتديهم مبلغ كبير وتقول لهم لو حكوا عن اللعبه اللي عملتها عشان توصل لدون هتقتلهم. وبعد كده بيروح دون عشان يخلص صفقه المخدرات وبيحدف للناس شنطه المخدرات بس بتنفجر فيهم، وبعدها بتبدا مطارده بين دون والشرطه، وبتحاول الشرطه انها توصل لدون اللي بيكون بيسوق بسرعه كبيره، وبيقدر دون انه يفلت منهم اكتر من مره، بس في مره ما بيعرفش يتحكم في العربيه فيخبط في جرار واقف في جنب الطريق فيتصاب دون بشده، بس بيحاول انه يهرب من الشرطه اللي حواليه من كل ناحيه ويقدر انه يفلت منهم، بس بيوصل دي سيلفا ليه وبيكون دون اختفى من العربيه فيمشي دي سيلفا وراه لغايه لما يقدر انه يوصل ليه، وبيكون دون مش قادر يمشي ومصاب بشده فيفقد دي سيلفا دون وعيه، ويروح دي سيلفا يقول لفارما انه ما لقاش دون وانه بالتاكيد هرب منهم. في الوقت ده بيكون نارنينج ورجاله دون مش عارفين هو راح فين بعد مواجهته مع الشرطه، وبيكون نارنينج شاكك ان دون يكون مات، وبيرجع دي سيلفا لاسم الشرطه ويطلب من عسكري عنده انه يجيب له ملف شخص كان جه الاسم من فتره ومعاه طفل صغير لقاه في الشارع، وبيكون الشخص ده اسمه فيجاي وشبه دون جدا، وبيكون الطفل اللي لقاه اسمه ديبو وعايش معاه. في الوقت ده بيروح دي سيلفا لفيجاي ويحكي له عن دون ويوريه صوره لدون فيفتكر فيجاي ان دي صورته، وبيعرف فيجاي ان دي سيلفا عايزه يحل محل دون، ويحاول دي سيلفا انه يقنع فيجاي بالمهمه دي فيوافق فيجاي بعد ما دي سيلفا قال انه هيتكلف بتعليم ديبو حتى لو فيجاي فشل في مهمته ومات، وبيكون دي سيلفا هو الشخص الوحيد اللي هيكون عارف ان فيجاي هيحل محل دون. وبعد كده بنروح لجازي جيت اللي بيكون ابو ديبو اللي بيسترجع ذكرياته زمان مع ديبو، وبنعرف انه خبير في الكمبيوتر، وفي يوم وهو راجع لبيته ويتخطف ويتحط في صندوق مقفول ويكلمه شخص ويطلب من جازي جيت انه يفتح خزنه شخص عن طريق الكمبيوتر بتاعه، ويطلب منه كمان انه يسرق ماس من الخزنه ثمنه 10 مليون دولار، ويقول للشخص الجازي جيت انه لو ما سمعش كلامه هيأذي زوجته اللي خطفها وموجوده معاه، فيضطر جازي جيت انه يوافق عشان خاطر حياه مراته، فيروح جازي جيت ويقدر انه يوصل للخزنه ويوصل للكمبيوتر ويقدر انه يفتح الخزنه ويوصل للماس ويحطه في شنطته، بس لما ينزل بيلاقي دي سيلفا والشرطه في انتظاره، وبيقول جازي جيت لدي سيلفا انه اضطر يسرق عشان زوجته مخطوفه، بس دي سيلفا مش بيصدقه فيحاول جازي جيت انه يهرب من الشرطه فيضربه دي سيلفا رصاصه في رجله ويقبض عليه، وبتقتل العصابه زوجة جازي جيت، وبيكون جازي جيت مش لاقي ديبو ابنه وبيتسجن جازي جيت وبيكون بيفكر في الانتقام من دي سيلفا. وبنرجع للوقت الحالي وبيكون دون في المستشفى بين الحياه والموت، وبيكون الدكاتره مخدرينه على طول، ويقول دي سيلفا لفيجاي انه هيعمل عمليه
صغيره عشان يبقى طبق الاصل من دون. ويقول دي سيلفا فيجاي كمان انه لما يروح لعصابه دون يعمل نفسه فاقد الذاكره عشان ما حدش يشك فيه، وان كل ما يعرف تفاصيل اكتر عن دون ترجع له الذاكره اكتر. وبيعمل الدكاتره الفيجاي العمليه. في الوقت ده بيكون دون في حاله صعبه ويكون هيموت، وما بيقدرش الدكتور انه ينقذ دون فيموت. في الوقت ده بيخرج جاز جيت من السجن، وبتعرف عصابه دون ان دون لسه عايش بس فاقد الذاكره، وبيكونوا بيفكروا في طريقه يرجعوا بيها. فتستغل العصابه الفرصه لما يتم نقل دون من المستشفى، ويقدروا انهم يستولوا على عربيه الاسعاف اللي فيها فيجاي وهو عامل دون، ويتحركوا بعربيه الاسعاف ويوصل فيجاي او دون اخيرا لعصابته. وبيكون فيجاي بيمثل انه ناسي كل حاجه بشكل كويس جدا، وبياخد فيجاي او دون من نارنينج CD عليه كل عملياتهم المشبوهه وحساباتهم البنكيه واسماء الناس اللي بتساعدهم. فيتصل فيجاي بدي سيلفا ويقول له انه عارف معلومات كتير عن دون وممكن ترجع له الذاكره من دلوقتي. وتاني يوم بيكون فيجاي مع افراد عصابه دون في مكان وتهجم عليه الشرطه، فيجري فيجاي بالعربيه وبيكون وراه دي سيلفا، وبيقدر انه يسوق العربيه بمهاره كبيره ويمثل ان الذاكره رجعت له مره تانية. فيرجع لعصابه دون ويقول لهم انه بقى فاكر كل حاجه. وبعدها بيكلم فيجاي دي سيلفا ويقول له ان في عمليه هتتعمل بكره ويطلب منه انه يقابله عشان يديله CD. وبنروح بعدها لدي سيلفا اللي بنعرف انه منتحل صفه ضابط شرطه وان اسمه الحقيقي فاردان، وبيكون كل همه ان ياخد CD اللي عليه كل المعلومات الخاصه بدون ويخلص منه للابد. وبيروح فيجاي او دون يسلم مواد مخدره وياخد فلوسه، وبتكون معاه روما اخت راميش. ولما بتنتهي الصفقه بتحاول روما انها تنتقم لاخوها وخطيبته، بس بيحاول فيجاي انه يفلت منها. وبتكون روما متميزه في الفنون القتاليه فتضرب فيجاي بس بيقدر انه يسيطر عليها. وبيكون فيجاي خلاص هيعترف لها بالحقيقه، بس بيوصل دي سيلفا او فاردان ويقول لروما ان ده مش دون وان ده شخص حل محله اسمه فيجاي. ويروح دي سيلفا لفيجاي وياخد منه CD، وبعدها بيفتح دي سيلفا شنطته عشان ياخد مسدسه ويخلص من فيجاي وروما. بس فيجاي بيقول له ان رئيس دون هيحضر قريب وهيعمل اجتماع مع دون، فيغير دي سيلفا رايه عشان ممكن يحتاج لفيجاي ويرجع مسدسه ويقفل الشنطه. وفي يوم بيكون دي سيلفا او فاردان في بيته وبيهجم عليه جاز جيت ويقتحم بيته. وبيقول دي سيلفا لجاز جيت انه كان بيأدي واجبه، فيوريه جاز جيت صوره زوجته اللي اتقتلت وابنه اللي مش عارف مكانه. فيقول دي سيلفا لجاز جيت انه يعرف مكان ديبو ابنه. وبعدها بيروح دي سيلفا وقوات الشرطه ويهجموا على دون وعصابته، وبتيجي عصابه وتخطف دي سيلفا وتحاول انها تهرب بيه من المكان، بس بتوقفها الشرطه وتقتل سواق العربيه اللي فيها دي سيلفا، فتخبط العربيه في الحيط وتنفجر. وبيتقبض على فيجاي او دون ويعترف لهم انه مش دون، بس بيكون فارما مش مصدقه. وبيعرف فيجاي من فيشال ان دي سيلفا مات ومفيش اي دليل على انه مش دون. ويقول فيجاي لفيشال ان ادى لدي سيلفا CD عليه معلومات مهمه عن دون وحساباته وعملياته. فيبعت فيشال الفيرما عشان يفتشوا شقه دي سيلفا ويجيبوا CD لو كان هناك. وبيروح فيرما لشقه دي سيلفا بس بيكون ما فيهاش اي حاجه، فبالتالي ما بيصدقش فيشال ان اللي قدامه فيجاي مش دون فيعتقله. وبعدها بتنقل الشرطه فيجاي وعصابه دون للسجن بطياره، وعلى الطياره بيطلب فيجاي انه يدخل الحمام وبيقدر انه يضرب الحراس وياخد سلاح واحد منهم ويدخل الحراس لمكان المساجين، بس بيهجم واحد منهم على فيجاي ويضربه ويشتبكوا مع بعض. وبيقدر المسجون انه ياخد السلاح من فيجاي وبيكون خلاص هيقتله، بس فيجاي بيفتح باب الطياره فيقعوا هما الاثنين من الطياره ويطيروا في الهواء وبيشتبكوا هما في الهواء مع بعض عشان خاطر المظله. وبيقدر فيجاي انه يفتح المظله فيقع المسجون ويقدر فيجاي انه يهبط في سلام. وبعدها بنعرف ان جاز جيت هو اللي خد CD، وبيعرف فيجال ان دون هرب من الطياره. وبعدها بتقابل روما فيجاي وتوديه المكان عشان يستخبى فيه، بس بتشوف الشرطه وتشتبه فيه فيجري منهم وتبدا الشرطه تطارده، بس بيقدر فيجاي وروما انهم يفلتوا منهم. وبعد كده بيجي اتصال لجاز جيت ويطلب منه الشخص اللي بيكلمه يسلمه CD مقابل انه هيوصله لابنه ديبو. فيروح جاز جيت عشان يسلم CD وياخد ابنه، وبنلاقي في مكان التسليم دي سيلفا او فاردان اللي بيكون لسه عايش. وبنعرف من فاردان انه زي في موته وقدر يخدع الشرطه زي ما خدعهم لسنين وهو منتحل شخصيه ضابط. وبيطلب فاردان CD من جاز جيت، ولما جاز جيت بيرفض عشان خاطر يعرف مكان ابنه بيظهر ديبو مع واحد من رجاله فاردان، فيتصل جاز جيت بواحد من اصحابه عشان يجيب CD لفاردان. وبيحتجز فاردان جاز جيت وديبو في اوضه لوحدهم، وبيقول جاز جيت لديبو انه خدع فاردان وان مفيش حد هيجيب CD لانه عارف انه لو سلموا CD هيقتلهم هما الاثنين. وبيشوف جاز جيت فتحه التهويه اللي في السقف وبيقدر انه يهرب منها هو وديبو وينجحوا انهم يوصلوا للشارع. وبعدها بيقدر فيجاي انه يشوف جاز جيت وديبو، بس جاز جيت بيحس ان في حد وراه فيختفوا من قدام فيجاي. وفجاه بيظهر جاز جيت من ورا فيجاي ويشتبك معاه، وبيكون القتال بينهم متكافئ. في الوقت ده بيشوف ديبو ان ابوه بيضرب فيجاي اللي كان بيرعاه، فيطلع ديبو ويقول لجاز جيت ما يضربوش وان ده فيجاي اللي كان بياخد باله منه وهو في السجن. ويروح فيجاي مع جاز جيت اللي بيسلموا CD، ويشكر جاز جيت فيجاي على اهتمامه بديبو، وبيقول فيجاي انه هيسلم CD للشرطه عشان يثبت انه مش دون. وبيعرف فيجاي من جاز جيت ان دي سيلفا لسه عايش وانه مش ظابط وانه اسمه الحقيقي فاردان. وبيكون فيجاي مش مصدق اللي بيقوله جاز جيت، فيفهم فيجاي انه كان لعبه في ايد فاردان فيقرر ينتقم منه، فيطلب من جاز جيت انه يسلم CD لفاردان. وبيروح فاردان عشان يقابل جاز جيت، وبيخلي جاز جيت فاردان يحدف له شنطه الفلوس ويقول له جاز جيت على مكان CD. فيروح فاردان ويقدر
بيقدر انه يلاقي الشنطه اللي فيها السي دي، بس بتكون الشنطه فاضيه. في الوقت ده بيظهر فيجاي لفاردان ويشتبك معاه، وبيرفعوا اسلحتهم على بعض، وبيساوم فاردان فيجاي لانه الوحيد اللي يعرف شخصيته الحقيقيه، وبيقول له يديله السي دي وهو هيسفره لاي مكان في العالم. فيرمي فيجاي مسدسه ويطلع السي دي لفاردان، وبتكون دي الاشاره اللي بين فيجاي وفيشال وفيرما. في الوقت ده بتوصل طياره من طيارات الشرطه، فيحاول فاردان انه يضرب فيجاي بالنار، بس بيقدر فيجاي انه يضربه، وبيقدر بعدها فاردان انه يضرب فيجاي ويطلع سكينه ويضرب بيها فيجاي في صدره. ويحاول فاردان يضرب فيجاي بالسكينه اكتر من مره، بس بيقدر فيجاي انه يوقع السكينه من فاردان، وبعدها بيسيطر فيجاي عليه وبيكون خلاص هيرميه من المبنى اللي هم فيه. بس بيوصل فيشال ويطلب من فيجاي انه يسلم فاردان للشرطه، وبيسلم فيجاي فاردان للشرطه، وبتيجي روما لفيجاي اللي بيكون هيتنقل للمستشفى بسبب اصاباته، وتعترف روما لفيجاي بحبها. فيقول لها فيجاي جمله كان دون قالها لها زمان، فتعرف روما ان اللي في عربيه الاسعاف دون مش فيجاي، فتروح روما لفيشال وتقول له ان اللي في عربيه الاسعاف دون. وبنعرف ان دون لما كان في المستشفى كان فايق وكان سامع كل ضرب فيجاي ودي سيلفا، وبعدها قدر دون انه يبدل شخصيته بشخصيه فيجاي ويحط فيجاي مكانه في السرير ويحقنه بماده تموته، وبيكون دون خلاص هيهرب. وبنعرف ان السي دي اللي سلمه للشرطه كان فاضي ومش عليه اي معلومات، ويخلص الجزء الاول من الفيلم. وبكده يكون فيلم النهارده خلص. اشوفكم على خير في ملخصات تانية، ولو في فيلم عايزنا نلخصه اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.